رياضيا بدأ العد العكسي للمواجهة الكروية المنتظرة يوم السبت المقبل بين المنتخب الوطني ونظيره الإيفواري الذي وصل هذا اليوم إلى مدينة مراكش في انتظار أن يجري غدا الحصة التدريبية الرسمية بالملعب الكبير. قائمة بالعشي وعتمن تاسي. خلال ال4 سنوات الأخيرة مطار منارة مراكش لم يعد غريبا على فريق الفيلة على كوت ديفوار بحكم كثرة اللقاءات الرسمية والودية ضد المنتخب الوطني. هذه المرة المغرب لكوت ديفوار في مواجهة عن تصفيات كأس العالم لدورة موسكو 2018. نستقبل بطل إفريقيا وهو أقوى فريق على صعيد القارة. المواجهة تمنحنا حافزا معنويا قويا، والجميع واعي بأهمية هذه المباراة وصعوباتها، وأنا متأكد أن المجموعة ستكون على أتم الاستعداد يوم السبت القادم في الساعة 8 مساء. المجموعة الوطنية تواصل استعداداتها وبمعنويات مرتفعة وتركيز كبير لخوض هذه المواجهة ومنازلة خصمها العنيد منتخب لاكوت ديفوار الذي فاز في لقائه الأول أمام مالي ب3 أهداف مقابل هدف واحد، فيما تعادل المنتخب الوطني أمام الجابون ب0 لمثله. احنا عارفين بأن كوت ديفوار سنين ما ربحناها وحلم كبير باش نفرحوا المغاربه، والهدف ديالنا هو لا كوب دو مونديال روسيا ان شاء الله، وفرصه كبيره حيت لاعبين في بلادنا والجماهير غتكون معنا غيساعدونا. الصور هذه تعود بنا إلى آخر مواجهة رسمية بالملعب الكبير بمراكش في إطار استعدادات لمنافسات كأس العالم لدورة البرازيل 2014. في 9 من شهر يونيو 2012 المنتخب الوطني خرج متعادلا أمام منتخب لاكوت ديفوار. مرت 4 سنوات، تغييرات كثيرة على مستوى التشكيلة والإدارة التقنية للفريقين، والمجموعة الوطنية الحالية بقيادة إيرفي غونار عازمة على تحقيق 3 نقاط في هذه المقابلة الهامة.